كل سنه وانتم طيبين. لا، ما هو انا اكيد مش جاي اقول لك ازاي تعمل الكحك ده، انا جاي احكي لك بدايه ظهور الكحك في مصر، فشد الحزام كده عشان هنسافر بالزمن لورا شويه. بدايه ظهور الكحك بترجع لاجدادنا الفراعنه، وهنا كانت زوجات الملوك بتقدم الكحك للكهنه اللي بيحرسوا هرم خوفو يوم تعامد الشمس على حجره هرم خوفو. كان بيتعمل منه اشكال كتير وصل عددها لحوالي 100 شكل، اللي اشهرها شكل الشمس، وده بيرمز للاله رع، وده الشكل اللي موجود لحد وقتنا دلوقتي. والله ممكن تكون دي شكل. ولكن في عهد الدولة الإرشيدية كان وزير الدولة أبو بكر المدراني كان بيعمل الكحك وكان بيحشيه دنانير ذهب. كان في بركة زمان والله يا صاحبي. وكان بيسمي الكحك ده افطر له، يعني بالعربي كده حذر فزر، احنا جايين نهزر احنا بقى دلوقتي. اما في عهد الدولة الفاطمية كان المعز لدين الله الفاطمي كان بيخصص حوالي 20,000 دينار عشان خاطر يعمل بيهم الكحك، وكان بيعمل اشكال كبيرة جدا زي اشهرهم كعب الغزال والبصدور، وكان بيشرف عليه بنفسه وبيتاكد من تسليمه لعامة الشعب. وبس كده، لو حابب تشوف محتوى اكتر اتاكد ان انت عامل لي فولو، وتاكد